أهلا بكم مشاهدينا الكرام في تغطيتنا الإخبارية العاجلة. إليكم التفاصيل. قدمت الأجهزة الأمنية المغربية مرة أخرى الدليل على كفاءتها واحترافيتها العالية من خلال إحباط يوم الأحد 26 يناير 2025 مخططا إرهابيا كان وشيكا وخطرا يقوم على تصنيع المتفجرات على وجه الخصوص. كل شيء كان متوافرا في هذه العملية: الوسائل اللوجستيكية باستخدام أفضل تكنولوجيا الكشف عن المتفجرات واستعمال طائرة مروحية وطائرات مسيرة، تنسيق مثالي بين قوات المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني والمكتب المركزي للأبحاث القضائية والدرك الملكي، والأكثر من ذلك مستوى الجاهزية والكفاءة العالية التي أبانت القوات الخاصة. وهكذا فقد تمكنت مصالح المكتب المركزي للأبحاث القضائية في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأحد 26 يناير بفضل معلومات استخباراتية دقيقة وفرتها لها المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني من إحباط تحضيرات لشن هجمات باستخدام مواد متفجرة. وقد مكنت هذه التدخلات التي نسقتها القوات الخاصة للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني بالتعاون مع عناصر المكتب المركزي للأبحاث القضائية وعناصر الفرقة الجوية والمركز القضائي للدرك الملكي من توقيف 4 أشخاص متطرفين ينتمون إلى تنظيم داعش الإرهابي، ومن بين الموقوفين 3 أشقاء تتراوح أعمارهم ما بين 26 و 35 سنة ينشطون بمنطقة حد سوالم بإقليم برشيد حسب بلاغ للمكتب المركزي للأبحاث القضائية.